لا شك أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يصلح له قلبه ويهديه إلى سواء السبيل، فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب. ألا وإن من أعظم ما يصلح الله به قلب العبد الديانة والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله القلب السليم وهداه إلى الصراط المستقيم. أسعد الناس من حباه الله بأفضل ما يحبى به العبد من منازل الفضل والتكريم. إنها الهداية التي يهتدي بها القلب إلى ربه ويستنير بها في طريقه ومنهجه